انا بقى حليت لك المعادلة الصعبة، وهقول لك بقى سر كفتة الحاتي، وعمرها ما هتفشل منك، وهخليكي استاذة فيها. معايا نص كيلو لحمة مفرومة، هضيف عليها بصلاية مبشورة ومعصورة، وهشيل ميتها على جنب علشان هستخدمها. هضيف عليها ليا، ولو مفيش ليا ممكن تجيبوا اللحمة فيها نسبة دهون، بس الليا بتفرق جدا في طعم الكفتة. هضيف عليها ملح وفلفل وسبع بهارات، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. وحلاوة الكفتة بقى ما يبقاش فيها توابل كتير، لأن التوابل الكتير بتغير طعم اللحمة. هنعجن بقى كل الكلام ده كده في بعضه لحد ما تتسمغ كده وتطلع الأنسجة بتاعتها. هجيب بقى مية البصلة اللي كنت راكنها على جنب، هضيف عليها شعرة ملح وفلفل اسود، وطماطماية صغيرة مبشورة، ومعلقة زيت، وهقلبها كويس كده. وهبدأ بقى اجيب الأسياخ بتاعتي أو عصيان الشيش طاووق. هاخد كده قطعة اللحمة، وهبدأ بقى اسمغها في ايديا كده، وهفردها على السيخ. وهبدأ اخد كده من مية البصل وهفرد. شايفين اللحمة متماسكة ازاي وما بتقعش من على السيخ؟ ده بقى نتيجة العجن الكويس. وبالنسبة لحجم صباع الكفتة، عايزينه أكبر أو أصغر اعملوا اللي يريحكم. وهكمل بقى كل الكمية على كده. هجيب بقى صينية وهجيب شبكة احطها عليها، وهبدأ أرص عليها سيخ الكفتة بتاعتي. وهجيب بقى مية الطماطم والبصل اللي فاضوا معايا، وهضيفهم كده في الصينية، وهضيف عليهم كوباية مية. في الوقت ده هكون مشغل الفرن، وادخلها على الشبكة. هتقعد 10 دقايق، وبعد كده هطلعها اقلبها على الجنب التاني. شايفين يا جماعة الكفتة عاملة ازاي؟ وبعد ما اقلبها هدخلها تاني الفرن، هتقعد بالظبط 15 دقيقة، يعني مدة التسوية كلها 25 دقيقة، وهتطلع بالجمال ده. شايفين يا جماعة اللمعة اللي عليها دي؟ انا والله ما دهنتها حاجة، هي طالعة كده منها فيها. هجيب بقى الطبق بتاعي، وهضيف عليه شوية البقدونس الجمال دولت، وسلطة الطحينة الجميلة. وهبدأ بقى أرص عليه كده الكفتة بتاعتي. همسك السيخ وهلف الكفتة يمين وشمال، وهتطلع معايا بكل سهولة. شايفين يا جماعة؟ عايز اقول لكم بقى ريحتها وطعمها ايه خطيرة. وعايز اقول لكم كمان ان طريقة الكفتة دي سوزي عملتها على الصفحة من حوالي 3 سنين، وجابت 5 مليون مشاهدة، وكل اللي جربها بيدعي لنا لحد دلوقتي، لان الطريقة دي ناجحة 100% ومبنغيرهاش ابدا. كفتة طعمها جميل وجوسي من جوه، ومع الطحينة بتبقى ايه مزيكا. شايفين طراوتها وجمالها؟ انا كمان عملت لها فحمية علشان اديها ريحة الشوي، لكن الكاميرا ما صورتهاش. وادوق انا بقى. لا مفيش الكلام ده. السندوتش ده بتاعي. ماشي يا ستي، حلال عليكي. يلا جربوها، وما تنسوناش بدعواتكم الجميلة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم.